أنا أنا ساعات أبص أعتقد إن أنا بعيش مسرحية عبثية يعني. إنما في نفس الوقت أنت كل بتضع. ما في مصر الآن يمثل مسرحية عبثية، ما يحدث الآن عموما. لا، ما حدث الاثنين الرؤساء. يعني لو تكتبها في مسرحية عبثية في الشكل يعني، وما ترفع القبعة للشعب بقى. هنا عظمة الشعب المصري وجدارة الشعب المصري اللي لا يمكن حد هيقدر يضحك عليه في يوم من الأيام. يجوز تطول المدة بس يستطيع أن يحسم الشعب المصري كما حسم في 25 يناير و30 يونيو. شريف عارف مصر، صفحات يقلبها معكم الكاتب الصحفي شريف عارف.